صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. هنزوق النهارده تورتايه الكيكه الاسفنجيه اللي احنا عملناها مع بعض المفتخره دي. هنزوقها مع بعض، هنشوف هيطلع شكلها ايه ونبتدي مع بعض. عندك ايه فاكهه؟ شوف انتي عايزه تزوقيها بايه. اول حاجه عندنا كريم خام، كريم شانتيه خام اهو. ما تجيبيش عليه سكر، اللي عليه سكر ده بيبقى مسيل مش حلو. وعندك فاكهه ده كيوي، فراوله الوان، والكريم شانتيه طبعا. هنشوف هنعمل ازاي. هنا في العجان طبعا، لو ما عندكيش عجان ممكن بالمضرب الكهربائي العادي، ممكن بايدك بس تشدي ايدك شويه يعني. هنحط كوبايتين كريم شانتيه، ادي كوبايه، دي كوبايه اهي، ادي كوبايه كريم شانتيه. حط كوبايه كمان. على فكره هو بيبقى ربع كيلو، بس انا بحب برضو اعايره. هو ربع كيلو اهو. ادي كوبايه التانية. دول الشويه اللي فايضين في الربع كيلو هنحطهم. يبقى احنا حطينا ربع كيلو كريم شانتيه زي كوبايتين كريم شانتيه، تمام. هنحط عليهم كوبايتين لبن. ادي كوبايه، طبعا لبن ساقع، عايزه تحطي ميه براحتك، بس اللبن بيديله طعم حلو. ادي واحده وادي التانية. ده لبن كامل الدسم. هنبتدي نضربه لغايه ما يجمد ويبقى تمام. هنحط على اول سرعه الاول، بعد كده نبقى نزود السرعه. هنحط كوبايه سكر بودره اهي، الكوبايه مليانه عشان طبعا ده ما فيهوش سكر، تمام. نضربهم مع بعض لغايه ما يتقل بقى. شايفين الكريمه جامده ازاي؟ هنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. ادي الكريمه بتاعتنا تمام. هنحطها بقى في التلاجة قبل ما نحضر الفاكهه اللي احنا هنزوق بيها. هنبتدي نقطع الفاكهه. بصوا انا بفكر ان انا اعمل وش بابا نويل. مش عارفه بقى هيطلع حلو ولا لا، بس ايه نجرب. تمام، نجرب مع بعضينا نشوف هيبقى الشكل عامل ازاي. لو باظت مش مشكله يعني، واحنا اللي ناكلها برضه. تمام. ايه رايكم نقطع كده ولا كده؟ انا هقطع كده وكده ونشوف ايه الموضوع ده. اول مره صراحه اعملها، اتفرجت على فيديوهات كتير للشكل ده. قلت عشان راس السنه وكده يعني، فقلت الواحد يعملها يمكن. تمام اهو. نقطع. انا مش عايزه اطول عليكم والله، بس ايه بوريكم الفكره يعني. تمام. قطعي فراوله. دي الفراوله، وبرده في الكيوي، وفي اللي هو الكريز ده اللي هو المصنع. طيب هخلص تقطيع الفاكهه وارجع لكم تاني. هنا عندنا ده شويه فراوله انا هرستهم. هرسيهم عادي باي حاجه، بشوكه، بهرسه البطاطس اللي يعجبك. وده كيوي برضو انا هرسته علشان ناخد الطبقه، طبقه تبقى فيها كيوي وطبقه يبقى فيها فراوله. ناخد كده كريمه هنا وهنا، وهنقلب ده كويس.
عشان يبقى بطعم الفراولة، ونقدر نعزز الطعم، اللون يعني بايه، بنقطة احمر، نقطة بسيطة خلاص، عشان يبقى اللون حلو يعني بين الايه الطبقات وكده. نحط نقطة تانية عشان اللون لسه ضعيف، وهنا بتاعة الطبقة التانية برضه هنحط عليها شوية لون اخضر من دلوقتي، على اساس يعزز الايه اللون برضه بتاع الكيوي. دي الوان صحية، الوان جل صحية، بتتباع عند مستلزمات الحلواني او عند العطار، هتلاقيها في جل وفي بودرة، بس الجل احلى يعني. هنجيب بقى طرطاية ونبتدي نشوف هنعمل ايه. هنا عندنا ده عسل الحلويات عشان نسقي بيه، عسل البسيط الخفيف. تمام، هنحط هنا شوية كريمة في القاعدة علشان تمسك الايه الكيكاية. تمام، وادي اول واحدة. طبعا زي ما انا قلت لكم انا قصيتها غلط. تمام، يعني المنشار الحلواني والله يعني قلت اما اجيبه وكده، بس انا طول عمري بعمل بالسكينه، ما اعرفش النهارده ايه اللي خلاها اتعوجت. بتسقي بسيط بس. هنا هنبتدي نحط الكريمه اللي احنا ايه عملناها، ناخد اللي هي اللي بالفراوله وننزل. تبتدي تفرديها كويس. تمام، نجيب النص التاني. كل ده بيتدارى بالكريمه، اهم حاجه ان تبقى مظبوطه. وبرده نرجع نسقيها بالشربات. نرجع نسقيها بالشربات زي ما قلت لكم، مش كتير عشان هي طريه، هي مش محتاجه، بس احنا يعني ايه تعززي اكتر السكر فيها، لان السكر انت عارفه بيبقى قليل في الكيكات بالذات. حاجات بسيطه جدا اهي. ونحط الكريمه بتاعتنا اللي احنا عاملينها التانية، بما اننا في راس السنه يعني الالوان كتير مستحبه يعني. اهم حاجه تخلي جنبك فوطه عشان تقدري ايه تمسحي السكينه كل شويه.
نحط بقيه الكريمه. المعيار هنا انت حسب الكريمه اللي انت عايزاها. عايزه كريمه كتير هتاخدي لك زي 3 4 معالق، عايزاها معقوله هتاخدي زي ما انت شفتيني كده، اللي هي الايه، المعلقتين الكبار قوي. تمام، ادي النص الحشوه الخضراء. هنا بقى هنحط الجزء اللي هو التالت. تمام، هي الناحيه دي شايفينها مقطوعه، بس انا عالجها ما بتبانش اصلا في التزويق بعد كده. يعني الكريمه بتشيل بتغطي الاماكن دي كلها. انا عندي فوايد يعني اهي، خلاص نحط عليها كريمه وهتبقى زي الفل باذن الله. تمام. طيب عندنا هنا بقى الكريمه الثالثه، كريمه عاديه. عندنا دوت عارفينه النعناع ده انا باخده وبطحنه، طحنته اهو، وهنحطه على الكريمه دي عشان تبقى بطعم النعناع اهي. تمام، وهنبتدي نقلبها ونحط ايه فوق. ادي الكريمه هنقلبها مع بودره النعناع دي. ريحه النعناع بقى طالعه مش هقول لكم. تمام، هنحط شويه لبن عشان هي جامده شويه. ادي اللبن هنحط شويه زي معلقه كده بس نخف الايه الكريمه شويه. نجيب التورتايه بتاعتنا وننزل فيها الكريمه. ده الجزء الثالث، الكريمه الثالثه. يعني ممكن تعملي كريمه بالشوكولاته يبقى دور شوكولاته ودور كريمه بيضه. يعني بصي التزويق والطعم ده بتاعك انت اللي تقدري تحددي ايه اللي في البيت عندك بيحبوا ايه. تمام، هنفرد خلاص. هنبتدي نجيب الجزء الاخراني. ادي الجزء الاخراني برضو هنسقيها. تمام كده خلاص، مش هنسقيها تاني. وهنبتدي نحط الكريمه على الايه، على الوش.
اهي كده تمام. احنا كده كده برضو هنغطيها تاني، فهي ايه هنظبطها، هنضف الدنيا وارجع لكم تاني. هنبتدي نعملها. اول حاجه هنخلي الحته اللي هي الواطيه اللي احنا عندنا مشكله فيها دي هنخليها هي الدقن، وهنعمل هنا دي اللي ايه الطاقيه بتاعته. تمام خلاص. وهنيجي هنا بالخله هنرسم الدقن بتاعته. ادي الوش خلاص، وادي الدقن. الكريمه بتاعتك وتحطيها فيها، وهنبتدي نعمل الايه الدقن. تمام. ونبتدي برضو نكمل تحت جنب بعضه كده روزيتات بسيطة تبين بس ان ايه الدنيا منكوشة هنا يعني. تمام اهو. انا مش عايزه اطول عليك الفيديو، اخلص الحتة دي وارجع لكم تاني. شايفينهم عملنا الدقن اهي، ادي الدقن خلاص. هنبتدي نلفها بقى عشان ما نلخبطش، ونعمل من هنا الطاقية بتاعته اللي هي الحمراء. هنبدأ فراولة اهي، اساس ان هي الطاقية بتاعته الحمراء دي. ممكن تعملوها بالكريمة، بس الاسهل يعني انك تختار. انا والله كنت هعملها لكم بغزل البنات، بس ما لقيتش غزل بنات ابيض، لقيت احمر بس. كان ممكن احطه هنا بدل الطاقية، بس مش مشكلة، الفراولة هتغني عن الموضوع ده. هنحط ده بتاع ادوات بنتي بتاعت الكلية بتاعتها. فانا خدته منها بستعمله في المطبخ. طبعا غسلته جدا لانه كان بتاع تشريح. تمام. انا خدته منها بقى اما خلصت رحت واخداه منها. طيب هخلص بقى الحطه دي عشان برضو الفيديو ما يطولش عليكم. انا اديتكم الفكره تمام عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي عليكم، واخلص الفراوله برضو وارجع لكم تاني. هنا انا خلصت الفراوله شايفين اهي. رايكم يا رب تعجبكم. هنعمل بقى العينين والبق. تمام. عندنا هنا النعناع اللي هو دوت نعناع ده، هناخد واحده على انها المناخير بتاعته ونحطها هنا اهي. تمام. وعندنا كمان الشوكولاتات اللي هي المدوره دي هنعملها العينين. ادي واحده، نقي واحده كبيره شويه، وادي التانية. وبقى عندنا بابا نويل اهو. رايكم
يا رب تعجبكم. هنبتدي بقى نعمل الفاكهة بملمع الفواكه عشان تفضل ايه صبحة وحلوة يعني وبتلمع. الملمع ده بتجيبيه برضو من عند مستلزمات الحلواني اهو، ما تجيبيش اللي على السخن، جيبي اللي على البارد عادي، حلو يعني واحسن. تاني بياخد وقت، ممكن يقفش معاكي على طول. تلمعي كل الفاكهة اللي انت حطاها، هو بيحتفظ بيها صبحة مدة طويلة يعني. نلمع الفاكهة دي كمان ويبقى خلاص كده التورتايه بتاعتنا جاهزة نحتفل بيها راس السنة. سنة جديدة عليكم، وإن شاء الله ربنا ينولكم كل اللي في بالكم ويسعدكم يا رب. اللي ما اتجوزش يتجوز، واللي عايز يتجوز يتجوز، واللي عايز يتعلم، واللي عايز يسافر، واللي عايز يحج. ربنا ينول كل واحد اللي في باله يا رب ويسعدكم، امين يا رب. بصوا كده الحلاوة، رأيكم؟ يا رب اكون قدرت اوصل لكم الفكرة واعمل لكم تورتايه حلوة. شايفينها؟ شايفين بابا نويل جميل ازاي؟ امور، والطاقية بتاعته الحلوة الحمراء جميلة. شايفين؟ لو اول مرة تخشوا قناتي اعملوا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس واعملوا شير. اهلا وسهلا بيكم وشكرا على المشاهدة. مع الف سلامة. انا قطعتها طبعا مش على طول، اتحطت في التلاجة شوية انا علشان اوريكم من جوه هي ازاي شكلها وازاي هي طرية. شايفين؟ طرية جدا، اسفنجية. الكيكة في منتهى الجمال والحلاوة. شايفين قد ايه جميلة؟ يعني مش هقول لكم، الكريمات دي طعمها خطير، وخصوصا كمان اللي معمولة بالنعناع طعمها حلو قوي قوي قوي. شايفينها من جوه شكلها عامل ازاي؟ الوان جميله. كل سنه وانتم طيبين، وعود عليكم سنه جديده بكل خير وبكل سعاده. مع الف سلامه. وما تنسوش تشتركوا في مطبخ اتعلمي واعملي بايدك وتنوروني وتشوفوا دايما فيديوهاتي. مع الف سلامه وشكرا على المشاهده.